بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وقبل دايما ما نبدأ موضوع حلقتنا لازم كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واهلا بكم في قناتكم المفضلة الجماهير والكل. النهارده عندنا موضوعين مهمين جدا هنتكلم فيهم. طبعا احنا عارفين ان سوق الانتقالات في مصر مولع نار بعد صفقة انتقال امام عاشور للاهلي. فعلا يا جماعة دي صفقة القرن والصفقة دي قوية جدا جدا للاهلي وهتضيف له كتير في نص الملعب. طب احنا عايزين نعرف صفقة القرن التانية اللي هيبرمها النادي الاهلي من لعيب كبير بيلعب في نادي الزمالك وهو احمد فتوح. احمد فتوح يا جدعان يمكن من اكبر من احلى باكات الشمال اللي موجودين دلوقتي في الكورة المصرية. طبعا النادي الاهلي علي معلول كبر في السن وكبيره هيبقى الموسم الجاي او الموسم اللي بعديه وخلاص هيمشي من الاهلي او هيعتزل. فالاهلي بيفكر في باك شمال يكون سنه صغير يقدر يكمل معاه البطولات ويقدر يكمل معاه المواسم. فطبعا الاهلي حاطط عينيه على احمد فتوح من بدري. طبعا كلنا عارفين ان احمد فتوح فيه مشاكل كبيره جدا بينه وبين نادي الزمالك من ساعه ما رئيس نادي الزمالك طلع شتمه وغلط فيه. فطبعا في مشاكل كبيره جدا 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 بين احمد فتوح بين الزمالك. طبعا الاهلي استغل الموضوع دوت وعايز يجيب احمد فتوح. طب دلوقتي احمد فتوح هيقدر يجي الاهلي ازاي؟ في خبر يا جماعه انا عايز اقول لكم فعلا والخبر ده حصري عندنا في القناه ان احمد فتوح مضى رسميا للنادي الاهلي. هتقولي ازاي مضى رسميا وهو لسه باقيله سنه مع الزمالك؟ احمد فتوح يا جماعه ليه الحق اللي هو يمضي في يناير لاي فريق هيكون مجانا. فبالتالي الاهلي مضى اللعيب واللعيب خد مقدم العقد بتاعه. طيب احمد فتوح هيجي ازاي الان؟ ممكن احمد فتوح هتلاقيه من الموسم اللي هيتلعب قريب دوت من موسم 2023 24 بيلعب في الاهلي. طب ازاي من 2023 24 هيلعب في الاهلي؟ احمد فتوح ممكن يفسخ عقده مع نادي الزمالك بسبب ان رئيس نادي الزمالك غلط في اللاعب وشتمه وجرح فيه. فالموضوع كبير. ففي بند في الفيفا بيقول لو اللاعب اتسب او حصل اي مشاكل مع النادي او مع رئيس النادي وطبعا غلط فيه او شتمه ممكن يفسخ عقده من طرف واحد مفيش مشكله. ده بند ممكن احمد فتوح يلعب السنه دي في الاهلي لو عمل كده. طب ايه رقم اتنين اللي يقدر احمد فتوح يلعب في النادي الاهلي؟ اللي هو يمضي في يناير ويلعب من اول الموسم الجاي. بكده يبقى الاهلي خده مجانا وخده فري من نادي الزمالك ويقدر اللي هو يلعب من السنه الجايه في النادي الاهلي. طب ايه الحل التالت عشان احمد فتوح ما يبقاش شكله وحش وهو لو مضى للنادي الاهلي وهو بيلعب في الزمالك في يناير الجاي؟ طب ايه الحل عشان خاطر طبعا ما يطلعش من الزمالك على الاهلي على طول؟ ودي طبعا بتبقى مشكله لان دي بتبقى صفقه جماهيريه وبتعمل احتقان وبتعمل مشاكل بين الجماهير. طب ايه الحل؟ الحل اللي احمد فتوح هيطلع اعاره لغايه شهر يناير. يعني يطلع اعاره 6 شهور لاي فريق في يناير والاهلي هيشتريه على طول من النادي اللي هو راحه. طبعا دي معروفه اللي ده كوبري زي الكوبري بتاع امام عاشور بالظبط اللي الاهلي قدر يجيب بيه امام عاشور وكانت صفقه قويه جدا مدويه للنادي الزمالك. والصفقه ديت هتعمل تقل جامد جدا في نص الملعب الاهلي. طبعا خلاص رسميا احمد فتوح في النادي الاهلي لا اما هيلعب من الموسم دوت لا اما هيلعب من الموسم اللي جاي. وده خبر رسمي يا جماعه واحنا ما بنطلعش نقول اي اخبار وخلاص. احمد فتوح رسميا مضى للاهلي وخد مقدم التعاقد بتاعه وكل الامور بتقول كده ان احمد فتوح راح الاهلي السنه الجايه والموضوع منتهي كمان في حاجه عايز اقول لك عليها. بن شرقي عارض نفسه على النادي الاهلي. يعني بن شرقي عارض نفسه اللي هو يروح النادي الاهلي. بس الموضوع دلوقتي واقف فين يا جماعه؟ الموضوع دلوقتي واقف عند النادي الاهلي. هل النادي الاهلي فعلا هيتم التعاقد مع بن شرقي؟ لان بن شرقي لعيب فري يعني مش هيكلف النادي غير حاجه. بس مشكله اشرف بن شرقي اللي هو الراتب بتاعه غالي 2 مليون دولار. فهو طبعا سقف التعاقد في النادي الاهلي مليون و300 الف دولار في السنه. اللي هو علي معلول بياخد يعتبر اعلى لاعب بياخد فلوس في الاجانب كلها. فهل فعلا النادي الاهلي هيتعاقد مع بن شرقي في الموسم الجديد اللي هو هيبتدي دوت ولا لا؟ كل التقارير بتقول ان النادي الاهلي
عايز يتعاقد مع اللعيب رضا سليم نجم الجيش الملكي. فطبعا رضا سليم لعيب كبير جدا وعنده 23 سنه، فلو الاهلي هيتعاقد مع رضا سليم هتبعد صفقه اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي عنده 30 سنه، فرضا سليم افيد للاهلي من اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لعيب مزاجنجي ولعيب يعني لعب في الزمالك وصعب اللي هو يجي للاهلي، بس هو دلوقتي لعيب فريق وعارض نفسه على النادي الاهلي. فهل الاهلي هيبرم الصفقه بتاع اشرف بن شرقي؟ اكتب لي في التعليقات انت حابب اشرف بن شرقي يروح الاهلي ولا لا. فبالتالي زي ما قلت لحضراتكم، احمد فتوح رسميا في النادي الاهلي، واشرف بن شرقي الاهلي هو عارض نفسه على النادي الاهلي. فحاليا في مفاوضات فعلا جاده، ووكيله اللي هو رشيد اللي هو اخوه يعني هيوصل مصر خلال الايام القادمه، وهيقعدوا يتكلموا في كل الموضوع. فهل فعلا اشرف بن شرقي هيروح الاهلي ولا لا؟ يا ريت تكتب لي في التعليق انت حابب ان اشرف بن شرقي يروح الاهلي ولا لا. ويا ريت لو شفتنا يعني تعمل لنا لايك للقناه واشتراك، وان شاء الله باذن الله استنونا في حلقات حصريه. هتلاقوا عندنا اخبار مش هتلاقوها عند حد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.